يلا امشي. اجرون اجرون الحمار يالا، اجرون الحمار. مهرها 5 بهايم وفدان برسيم، وبتعرف تعجن وتخبز، وست بيت شاطرة. كل ده وكمان متعلمة ومعاها شهادة كبيرة، أحلى فلاحة في مصر. جمالها أوروبي، ومهرها راجل جدع يصونها وياخد باله من نضارة بشرتها اللي هتتحسد عليها. اسمها جيجي محمد. أول ما تشوفها قلبك هيدق حرفيا من حلاوتها. هي من الشرقية، بلد الحلويات. عندها 22 سنة ولسه بتدرس، وعايزة تبقى موديل إعلانات، وناوية تغير ثقافة ونظرة الناس للبنات اللي بيشتغلوا موديل، خصوصا بعد ما تسمع صوتها اللي حرفيا يفصلك منها ويخليك تقول لها ما تتكلميش تاني. عيال احنا بنشيل البرسيم عشان نروح نوكل بيه الحمارة ونوكل بيه جاموسة. مرة واحدة واحنا قاعدين مش دريانين بحاجة، ظهرت جيهان محمد بعد ما طلعت في فيديو كانت بتفاصل واحد على حزمة برسيم. الفيديو بقى ترند بسرعة كبيرة، مش عشان دمهم خفيف، بالعكس دمهم يلطش، إنما عشان جيجي اللي ملامحها بنت أوروبية حرفيا، للدرجة إن الناس قالوا ده أكيد ذكاء اصطناعي مش حقيقة. إنما إحنا دورنا وعملنا كذا بحث ولقيناها حقيقة، من فقوس الشرقية. طلعت أحلى فلاحة في مصر، اللقب اللي بتحب تسمعه. هي معتزة جدا بأصلها وإنها بتحب الزراعة، وعمرها ما هتسيب أرض أبوها، وهتفضل كل يوم تيجي تتصور وترخم على خلق الله بصوتها المزعج. إنما أنت بقى لو غريب عنها استحالة تقول دي فلاحة، ممكن يجي في بالك إنها تايهة أو جاية مع حد من بره. استحالة تقول مصرية ومن الشرقية. جيجي بتحب باباها جدا. جيجي بتحب باباها جدا، وشايفة إنها لما تتجوز لازم يكون واحد ابن حلال زيه بالظبط في الطبع، ويكون حنين عليها ويراعي ربنا فيها.